من الجمهور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا عبد اللطيف. خالد الغامدي احد الوجوه ايضا الشابه التي برزت في نادي القادسيه وقد انضم للمنتخب السعودي. رحب فيك. قول كارد، لكن يمكن ما شفناك شاركت في بطولات الخليج، لكن بالتاكيد تواجدك ايضا يعني يعطيك نوع من الثقه. كابتن يمكن ما املك اقول لا هارد لك الخروج من هذه البطوله. انا سمعت لك تصريح عندنا في الرياض، اتمنى انه يكون وجه سعد عليهم يعني قبل. ما صار التمني. طبعا كلنا نتمنى ياخذ البطوله الخليجيه الكبيره طبعا، وانا كاول مشاركه لي كنت اتمنى اني اخذ البطوله، لكن ما حالفنا الحظ. الكويت لعبوا كويس وحنا لعبنا زين. نوخر شوي بس عن الشباب اللي وراك عشان تفضل. بس زي ما قلت الكويت لعبوا وحنا لعبنا، والحمد لله ما كتبنا الله وراحت من نصيب الكويت، ونقول الكويت الف مبروك. كابتن برايك يعني الشوط الثاني امس والشوط الاضافي بعد ولوج هدف في الكويت كنا بحاجه الى هجوم اكبر، ما شاهدنا انه المنتخب السعودي بادر بالهجوم. طبعا دخل صالح بشير بعد ما جاء الجول، وانتهت تغييرات المدرب. ما بيده خير الا كانت ورقه رابحه واحده لصالح بشير، ودخل الهجوم صالح بشير وانطرد مهند عسير وما استفدنا شيء. لخالد الغامدي اسالك شخصيا، 32 يوم فقط تفصلنا عن اسيا، فيها 3 مباريات في الدوري، كيف ستعمل على نفسك؟ اكيد راح اثبت وجودي، عشان انا ما اخذت فرصتي في الخليجيه، وان شاء الله اخذ فرصتي في الاسيويه، وما اقدر اخذ فرصتي الا اثبت وجودي مع النادي. شكرا خالد. تسلم حبيبي. شكرا الكابتن خالد الغامدي. يوسف السالم رحب فيه.